يسعد صباحكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يومكم وأيامكم كلها خير وبركة. ربي يسعد أيامكم ويجعل صباح مبارك عليكم أو مساء مبارك عليكم وين ما كنتوا كيف ما كنتوا عم تتابعوني. طمنوني عنكم. يلا نبدأ بفيديو جديد. عملكم هيك فنجان قهوة مشروبكم المفضل، وبسم الله نبدأ بالفيديو. هون بلشت هيك بالفيديو الصباح بدي أسلق هيك بيض أفطر أنا وابني بعد ما بعتت بنوتي على المدرسة. الله يحميهم يا رب. هيك شوي مرضانة لا تواخذوني. هلا بتعرفوا جو شتاء برد هيك شوية جو عنا، وعم تحسوا عنا هون بتركيا البرد صار يعني برد، بس انه مو لسه البرد كتير يعني ما بتلاقوا انه بتنزل مطر وشوي بصير شوب شوي بصير برد، فانه كتير عم بيصير قريب. وبنتي وهيك ابني مقربين، فانه شي اكيد اني قرب. هون هيك عملت فطوري معكم. هون عندي هدول هالجزرات هيك عملت البازار، هيك بعمل كل بازار، فانه قلت بدل ما انه هيك يضلوا عندي بيدبلوا هدول الجزر، فهيك والله بغسلهم وبقشرهم هيك. بعد ما بقشرهم بحط لهم هيك بقطارميز، بعبي لهم مي، بحطهم ايمت ما بدي، بيكونوا جاهزين وخالصين وبيكونوا عن جد احلاهم، لا بيطروا ولا شي. عن جد بنصحكم بهالتجربة كتير حلوة وكتير حبيتها يعني. ما شاء الله هيك انا ابني كتير بحب الجزر، فانا دايما بيكون خالصة، انا بس ما بعطيها وخلصنا يعني. انتوا احكولي كيفكم، شو اخباركم، شو عم تعملوا، شو طابخين، كيف ايامكم هلا، شو عم تعملوا. اكيد هلا العالم كلها بتحسوها انه مشغولة البال يعني، انه شو بدي اعمل، بدي انزل ولا ما بدي انزل، انه بدنا نستقر ما بدنا نستقر، كله بتفكير يعني، بتفكير اكيد كله بتفكير. هلا انا برأيي يعني، انا اعوذ بالله من كلمة انا نصيحتي يعني انه مو نصيحة انا كشخص يعني، فانه ما كتير بفكر يعني انه الله شو كاتبنا ما بنعرف يعني. سبحان الله، وين كنا بعد 14 سنة وين هلا؟ مين بيقول انه نحن هيك كذا 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 رح نصير بهالبلد. فكنا كلنا صرنا بجميع انحاء العالم. كل عيلة صدقوني، كل عيلة عندها ناس، قرائب أقارب يعني، عندها أصدقاء كله بأي بلد. فإنه سبحان الله ما بنعرف إنه نحن قاعدين بهذا البلد المستقر كنوعا ما يعني، بشكل عام يعني شو بده يصير بكرة، شو بده يأمننا المستقبل، شو بده يعمل. فدائما التوكل على الله، التوكل على الله يعني، نتوكل على الله. يعني أنا دايما عندي هالشي يعني، أنا لو شو ما كان يعني ما عندي هالتفكير شو بدي أعمل، شو بدي يصير، يا الله أنا وين بدي أروح أنا يعني. أكيد لكل إنسان عنده يعني، عنده مثل ما بيقولوا فرج، في فرج يعني، كل إنسان في فرج. لو كتب علينا الله شوي التعسير إلا ما يتيسر، والحمد لله يا رب كلهم ميسرين، بكفي إنه خلصنا، بكفي إنه فرج علينا رب العالمين. وصدقوني كله مفروض، كل إنسان مكتوب له بقدره وين حيروح وين حيجي، بس شوية صبر وإن شاء الله يا رب يا رب وين ما بدكم تعيشوا باستقرار وبسلام وبأمان رح تعيشوا. هون عم بعمل والله كأني هيك جاي أخوي راح حكيت الحديث وراحت هيك شوي يعني، مثل ما قلت لكم هنيك قشرت الجزر، بس يعني هذا الحديث هيك شاغل لي بالي يعني، فأنا حبيت أحكي لكم إنه أنا فكرتي يعني، فكرتي مثل ما قلت لكم يعني، ما تفكروا وتوجعوا راسكم يعني. عن جد التفكير كتير بيأذي الإنسان، بدك تضلي تفكري. خلص توكلوا على الله، وإن شاء الله رب العالمين أكيد ما رح يترككم. ويعني لكل صبر ولكل صبر بعد هالصبر في فرج بإذن الله. هون عم بفرم الباذنجان هيك، بقشره ضرب. هاي الأكلة كتير بحبها يعني، سهلة عن جد سهلة، بس إنه هيك لبكتها بالقلي. هلا في عالم بيحطوها بالفرن، وأنا يعني شخصيا بحط أحيانا بالفرن، بس بصراحة هي قلي أطيب شي يعني. لما بتقليها بتتشرب الزيت يعني، صحيح إنه هي إنه السعرات وما سعرات كتيرة، بس إنه عن جد كتير طيبة يعني. لما بتقليها بتحسي هيك يعني بلذاذة أطيب. بعد ما بقليها هيك بهيك عملتهم ضرب والله هيك بس بالسكينة بشوكها شوي لحتى إنه تتشرب كلها، وبقليها هيك على زيت غزير. شوفوا هيك مثل ما عم بعملها، بقليها هيك بزيت غزير. انا اكلات الباذنجان بشكل عام بحبهم يعني، طيبين يعني. الباذنجان هيك بشكل عام يعني عن جد لذيذ، هيك باذنجان مقلي، مسقعة الباذنجان، منزلة الباذنجان كيف تقولوا له، فتة الباذنجان، كله طيب والله، كله مع العافية طيب الحمد لله يا رب. المهم واحد عن جد يكون بصحة وبسعادة وبرضا، أهم شي الرضا يعني. عن جد إنه نكون رضيانين يا الله. عن جد شو إنه شي حلو يعني. في عالم عندهم مصاري الدنيا، عن جد في كتير عالم بعرفهم معهم مصاري يعني، معهم بيوت، بس لهلا بتحسين إنه مو رضيانين. لهلا بدهم إنه يا لو هيك، بس إنه الرضا الحمد لله في عالم هالشي ما عندهم إياه.
أهم شي الصحة والرضا، نرضى بكل شي. يعني الحمد لله أنا ما عم أقولك إنه ترضي بشي، بس نرضى باسمتنا، نرضى باسمتنا اللي رب العالمين كتب لنا إياها، نرضى إنه هذا اليوم هيك إن هذا اليوم هو هيك انكتب لنا. وإن شاء الله يا رب فرج 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 للجميع يا رب من جوات قلبي. بدعي لكل العالم بالفرج، الفرج يا رب. وأكيد أكيد بعد كل صبر بعد كل تعب رب العالمين رح يفرجنا. هون عم بعمل هيك قلية الباذنجانات، هون عم بفرم هيك هي بصلة وفلفلة خضراء بقليها هيك مع اللحمة وملح وبهار، وحط لها شوية هيك بابريكا ومعلقة دبس بندورة، يعني معلقة صغيرة لحتى تعطي لون اللحمة، يعني حتى اللحمة تتلون يعني. والله عن جد هيك وقت ما قليت الباذنجانات هيك حطيتهم على الزيت هيك ليبردوا، بعدين هون هيك شوي بقلي اللحمة هيك لتتقلى وبحشيهم هيك. والله بحشيهم عن جد بتطلع كتير طيبة. بعمل معها أنا هيك رز أبيض أو رز بشعرية حسب الرغبة، وجنبها خيار بلبن، عن جد بتطلع كتير كتير طيبة. يعني عملتها معكم قبل بنهار، عن جد أحيانا عم بعمل أكلات إنه برجع بعملها فإنه سبحان الله عن جد إنه شو بدي إنه مو إنه ما عم إنه عم بتكاسل صور، فإنه عم بقول إنه عملت هالأكلة بدي أرجع أعملها، عملت هالأكلة بدي أرجع أعملها. فإنه هذا هو أكلنا يعني، وهذا هو إنه شي يعني أكيد إنه رح أرجع أعيد الأكلات وهيك. فإنه خلص رح صور إن شاء الله حتى لو رجعت الأكلة. المهم إنه أحكي معكم إنه نفضفض لبعضنا ونحكي مع بعضنا وتكونوا بألف خير وتطمنوني عنكم. ويا ريت يا ريت يا ريت لو تشاركوني بتعليقاتكم أكتر ونتعرف على بعض أكتر، وتقولوا لي شو مشاريعكم، شو عم تعملوا، شو حابين تعملوا. اللي بسوريا عم بيدرس هلا شو وضعه، أكيد هو كمان مر باستقرار. فكمان يا رب إن شاء الله يا رب الله يوفقه، لا تاكلوا هم كله إن شاء الله يا رب ناجح السنة بجاه الحبيب محمد. بس إنه شدوا همتكم ويكون عندكم شوية صبر يا رب. هون مثل ما قلت لكم قليت هيك شوي اللحمة مع ملح وبهار، ومثل ما قلت لكم معلقة بندور. شوفوا هيك الباذنجانات لما تقلوا قديشهم شكلهم هيك عم يلمع، لما الزيت هيك بتحسي انه غزير وهيك انقلوا على المزبوط، بتقلي بليون على المزبوط تماما لحتى انه خلص يعني بالفرن ما تطول كتير، عم طول بس هيك اللي يتكسبوا يتسكبوا مع شو بيقولوا لا انه يتماسكوا مع بعض يعني. هون هيك ضفت اللحمة، هي ما بدها لحمة على فكرة كتير، يعني أنا دايما بحط لحمة يعني إنه أنا كشخصي أنا عاملة بس هون 6 باذنجانات كبار طبعا، بس إنه هالباذنجانات يعني دايما كل ما بعمل هاي الأكلة بزيد لحمة عندي، دايما كل ما بعمل هالأكلة بزيد لحمة عندي. فإنه شو بعمل لها، فإنه هي مستوية وخالص، إنه خلص إما بالفريزر إنه بدي أعمل شي أكلة معكرونة كذا إنه شي بده فلفلة وبصلة، ونص أكلنا هو بده فلفلة وبصلة بشكل عام بيبقى بالفريزر. بس الحمد لله والله هالمرة طلعت على القد، يعني تقولي معيرتها عيار على القد. هيك ضفت لها شوية مية هيك ليتشربوا مع بعض يعني تستوي. كمان اللحمة بخليها تستوي على الأخير. شوفوا لي شكله كيف طلع، عن جد شكله بجنن. هي أنا وبنتي هيك المساء قعدنا، وأخوي هون كان عندي كمان، قعدنا هيك وعملنا هيك حركات. هيك واحد هيك المسا بده هيك يروق، يعني عن جد ما بعرف ليش هيك بحب هيك أنا وبنتي نقعد هيك لحالنا.